الفيلة، كلهم بيتصرفوا في نفس اللحظة من غير ما يسمعوا ولا يشوفوا حاجة. والسؤال الحقيقي، هم بيحسوا بإيه؟ من زمان والناس ملاحظة حاجة غريبة. الحيوانات ساعات بتتصرف كأنها شايفة الخطر قبل ما يحصل، قبل أي صوت ولا أي حركة، كأن في موجة غير مرئية بتعدي قدامهم وإحنا ما ناخدش بالنا. الكلاب عندها حاسة سمع أقوى مننا بكتير، بتسمع ترددات إحنا مش قادرين نسمعها أصلاً. عشان كده تلاقيه فجأة يركز كأنه شايف حاجة مش موجودة. الغريب إنهم مش بس بيسمعوا، ده ساعات دجاج يجرى، البقر يقف ثابت ومشدود كأن الأرض بتهمس لهم قبل ما تهتز. القطط غريبة أكتر، بتحس بتغيرات في الهواء وإحنا ما نلاحظهاش. ساعات تقف بصة في مكان فاضي، ولما تلاقيها فجأة جريت اعرف إن في حاجة ضايقتها من غير ما تسمع ولا تشوف. القط عنده استجابة سريعة جدا، بيلتقط أي تغير بسيط في الضغط أو الاهتزاز، وده يخليه يجري قبل ما إحنا حتى نستوعب إن في حاجة بتحصل. الفيلة والعواصف. الفيلة من أكتر الحيوانات حساسية للموجات الأرضية، بتسمع ترددات واطية جدا بتسافر مسافات طويلة. عشان كده تلاقي القطيع كله يغير اتجاهه فجأة قبل العواصف أو قبل نشاط أرضي كبير. عين الفيل. عين الفيل بتعكس اللي حواليها، بس كمان بتعكس إحساسه بالخطر. هم بيتواصلوا بهزات وتركيزات صغيرة إحنا ما نقدرش نلاحظها بسهولة. الهروب الجماعي للطيور، واحدة من أقوى العلامات على إحساس الحيوانات بالخطر. بيتحركوا كمجموعة كأن في عقل واحد بيقودهم. تحت المية، الأسماك عندها خط جانبي بيحس بأي موجة ضغط أو اهتزاز، وده يخليهم يغيروا اتجاههم حتى لو الخطر لسه على بعد مترات. قبل التسونامي، سجلت حالات كتير لحيوانات جريت للداخل قبل التسونامي بدقايق. المية بتتغير، الأرض تتنفس، وهم بيفهموا الرسالة أسرع من البشر. الخيول والزلازل. الخيول حساسة لأي ارتجاج أرضي، لو حصلت هزة خفيفة جدا تلاقيها تتحرك بعصبية وتبص في اتجاه واحد بحذر. النحل والهروب السريع. النحل بيهرب من الخلية فجأة لو حس بأي ضغط أو تغيير في المجال الجوي، وده بيخلي هروبه أشبه بإنذار مبكر. الذئاب والموجات غير المسموعة. الذئاب بتسمع ترددات تحت صوتية ما نقدرش إحنا نسمعها. لما تلاقيهم واقفين مركزين اعرف إن في حاجة كبيرة بتحصل بعيد. عيون الليل. عدد كبير من الحيوانات الليلية بيشوف تغيرات في الضوء والهواء حتى لو إحنا شايفين الدنيا ضل. من زمان والناس ملاحظة حاجة غريبة. الحيوانات ساعات بتتصرف كأنها شايفة الخطر قبل ما يحصل، قبل أي صوت ولا أي حركة.